ركز معايا كويس لأن أخيرا بنبدأ نشوف تدريجيا خطة روبي إنها توصل للشهرة علشان توصل لقاتل أي، وده بنشوفه لما وصلت لسايتو قالت له سايتو إتشيجو ووصلت لأي حاجة. قال لها يا ستي بقى خلاص أنا ما عدتش رئيس وكالة، حل عن دماغي. قالت له إيه المشكلة؟ أنت بتشوف بنت الست اللي أنت اعتبرتها ابنة ليك، أظن إنك مبسوط إنك بتشوفني يعني. قال لها طيب عايزه ايه مني؟ طيب قالت له بص مش هتفلت مني، انت كنت اقرب واحد لامي فانت تعرف كل الناس، فانا مش هسيبك غير لما اعرف مين اللي قتلها. قول لي مين هو ابويا؟ قلت لك مليون مره ما اعرفش، لو كنت اعرف كنت قتلت انا بنفسي. طب اديني اي تفاصيل، اديني كل الناس اللي هي كانت تعرفها. قال لها مستحيل، انت عبيطه، هتروح تضايقي كل واحد فيهم، حتى ناس ملهاش اي لازمه من 16 سنه هتروحي وتضايقيهم، ولو انت رحت ضايقتيهم ساعتها مين اللي هيشيل الليله دي كلها؟ انت نسيتي ان مراتي هي اللي شايله الاستوديو؟ ساعتها هيقرفوها. ده غير كمان انت بنت لسه صغيره، حتى لو مشهوره شويه لو حد لبسك اي قضيه واتسجنتي محدش هيسمع عنك ولا يقرا عن اسمك حتى. قالت طيب ده معناه ان انا لو بقيت مشهوره للدرجه دي فانت هتدينا تواصل معاهم صح؟ قال اكيد اه. قالت طيب افتكر ده وعد ما بيننا، دلوقتي ازاي اروج لنفسي؟ انا استخدمت فكرتك وفعلا خدت شغلانه ان انا اكون مراسله. قال لها بجد؟ الله ده برنامج مشهور قوي اكيد الكل هيتفرج عليك، ده انت كده عملت انجاز كبير. اما هادي تاني كده مالك؟ انا عارفه مهاراتك، انت كنت مدير الوكاله بتاعتها، هي ما كانتش كله بمجهودها، هي انت اللي وصلتها للشهره دي كلها. قلت لي اعمل ايه عشان ابقى مشهوره؟ قال لها اولا قدمي اداء جيد، خليكي تظهري في البرنامج جامد، بصي على اكوا بيظهر دايما بشخصية الجميل الذكي اللي بيقول تعليقات صريحة قوي بزيادة، كل ما واحد يقول موقف غبي يخبطه كلمة. ان حد يبقى عنده شخصية ده حاجة جامدة في البرامج اللي شبه دي. قالت يعني اختار شخصية مثلا ذكية ومراعية للمشاعر؟ لها لا، جربي غبية، اعملي حاجات تبان ان هي غبية قصاد الناس، العبي دور المهرج، حتى لما يجيلك استطلاع ما تكتبيش حاجة عادية. وفعلا في مرة من المرات سألوها ما حصلش معاكي أي موقف قريب ولا حاجة؟ قالت أنا ولا أي حاجة. في نفسها بتقول ياه جت الفرصة. قالت ثانية أنا في مرة كنت هولع في البيت. الله إزاي يعني؟ لقيت واحدة صاحبتي بتعمل صابون كده فقلت أقلدها، فقمت مسخنة الصابون قام مولع. هنا أكو قال إيه ده؟ هو أنا عارف الحكاية دي بس أنت بالغتي فيها قوي علشان تبان مضحكة. قام قال لها إيه ده أنت غبية ولا إيه؟ قالت لا أنا مش كده. قامت قايلة في نفسها ممكن دلوقتي لسان أكوا الطويل يفيدني. يا أكوا أنت شايفني غبية؟ لا طبعا انا مش عارف اصلا ازاي احنا عندنا نفس الجينات، انا مش عارف انام بسبب الغباء بتاعك ده. ولكن في نفسه اكوا بيقول ايه ده، البت دي بتمثل كويس قوي، في حد بيقول لها ايه اللي المفروض تعمله بالظبط. وفعلا مساعد المخرج يقول الله روبي بتلعب الدور ده كويس، ممكن ابقى اقول افكار تستغل الموضوع ده شويه. ولكن هنا طلعت النصيحه اللي بعد كده من ايتشيجو ان في حاجه مهمه، خليكي لطيفه مع مساعدين المخرجين لان دول هيبقوا المخرجين في المستقبل، لو عايزه تحققي حاجه قربي منهم. وفعلا تدريجيا قعدت تقرب منهم اكتر واكتر وتهتم بيه وتسال عليه لدرجه انه استغرب الله هي بتحبني؟ اصل هي لا مستحيل، ايه اللي خلاها تهتم بمساعد مخرج ملوش لازمه وشكله مبهدل زي بتسال عليه وتسال عليه. فيجي في يوم المخرج يزعل له يا عم انت سلمت متاخر، بس التسليم ده كان المفروض انا اللي اسلمه، كده لبسينا انا في حيط. قال له والله لسه مسلم خلاص سلمت الدنيا. قال له انت غبي يالا، طب اخدت موافقه الناس على الشغل الجاي؟ قال لا لسه باخده. قال له ده بقى شغلك، ما ازاي ما عملتوش؟ ما انت مش شايله الشغلين يا ابني انت عبيط ولا ايه في ايه انت رخ؟ قال له مش قادر تعمل شغلك قول لي خليك اجيب لك واحد تاني ولا حاجه ولا امشي انت بنفسك. طب كل الكلام ده قصاد روبي وهي محرجه قامت رايحه سال اكوا هو ايه المخرج ده بالظبط، ايه اللي بيعمله ده؟ قال ده من شركه الانتاج. قال شركه الانتاج؟ شركه الانتاج ايه ازاي جايبه مخرج يعني؟ قام قايل عادي يعني الموظفين ما بيبقوش كتير فبيظبطوا الدنيا بحيث ان هم يجيبوا مخرجين من بره. ايوه يعني ده بيمشي ازاي؟ قال لها هبسطها لك، علشان تنتجي برنامج حواري بالشكل ده فانت محتاجه تقسمي 4 فرق عمل، كل فريق يجهز حلقه منهم. المخرج ده كان شغال في محطه تلفزيونيه جامده ولكن عمل مشاكل واتطرد، ومن ساعتها هو جه للشركه اللي شغاله معانا وبياخد شغل. بس غريبه يعني انت ليه بتسالي عن طاقم العمل والكلام ده؟ قالت ولا حاجه، فكرت بس اني ابقى محترفه. اظن ده يبسطك صح؟ قال عندي حق. ولكن بص لها كده وهو مستغرب من تصرفاتها. فعلا بنشوف هنا مساعد المخرج يقول الوظيفه بتاعتنا بسيطه، نعمل كل اللي يطلب مننا، نستكشف المواقع، نبحث عن قضايا، نعمل كأننا احنا اللي بنصور، نعمل اي حاجه تطلب مننا، نجيب وجبات، اي حاجه تطلب هنعملها، لو طلب مننا هننظف الحمامات، حتى لما ارجع البيت بشتغل عادي، ومع ذلك باخد فلوس اقل النص وبقينا بنصور 3 4 حلقات كمان. ولكن في يوم المخرج قال له بص
في حدث كوميك كيت جاي واحنا حضرنا هنعمل كوسبلاي. وتعرف انمي بشعبيه مشهوره انا اظن ان هو طوكيو بليد، ممكن نجيب كوسبلاي ويعمل طوكيو بليد ونلبسهم اللبس بقى ونعمل عرض جامد. قال له ثانيه بس، هنعمل كوسبلاي ازاي في حقوق ملكيه؟ قال له يا عم عادي، بتكلم مع قسم الانمي ولا حاجه، اصل هنحصل ايه يعني، هناخد اذن وخلاص. ومش عايزين ناس عاديه، احنا عايزين ممثلين عليهم العين. نقلنا شويه بنات كده ونقلنا شويه ناس تلبس اللبس يكونوا مشهورين علشان الناس تعجب لما يلبسوا الكوسبلاي دول. فانت روح وابعت كل الرسائل على تويتر وشوف الناس هتوافق ازاي. وفعلا يقعد يبعت الرسائل، يجي له الرفض في التاني في التاني، اللي مش عايزه تظهر على التلفزيون واللي معدله جسمها واللي مظبطه مواعيد تانية واللي مع شركه انتاج تانية. الناس رفض. قال الله، طب هنعمل ايه؟ الناس فعلا مش هتقرب من التلفزيون، محدش موافق، ازاي هيجمع له 10 دول؟ ولكن هنا روبي بتشوفه تقول له مالك كئيب، انت خدت مهمه صعبه ولا حاجه؟ في حاجه ممكن اساعدك فيها؟ قال روبي تقدري تعملي كوسبلاي ولا حاجه؟ من هنا بنشوف ان اكاني بتخلص الشغل بتاعها بالليل، فبتلاقي الدنيا بتمطر تقول يا ريتني كنت جبت شمسيه. تلاقي اكو جاي لها، ايه ده انت جيت عشان تاخدني؟ قال ايوه، يعني انا كنت سمعت منك ان انت بتصوري قصاد البيت، فقلت لو الدنيا بتمطر كده لازم اجي اخدك يعني. طب خلاص تعالى، هنمشي مع بعض تحت الشمسيه واحده. لا انا جبت لك شمسيه. لا خلاص هنمشي جنب بعض، بلاش تكون رخم يعني، احترم نفسك. وفضلوا ماشيين مع بعض وهي مبسوطه قوي وقامت قايله في نفسها انا كنت عارفه ان اكو اصلا معجب بكانت شان، وعارفه ده من زمان. السبب غالبا اللي خلاه يختارني انا وما يختارهاش مش هيبقى سبب كويس، عشان كده بحاول ما افكرش فيه. وصراحه مش مهتم قوي، هو بيعاملني باللطف قوي وده المهم، بيفكر فيا دايما وما بيتجاهلش رسايلي، وفي الايام اللي زي دي بيجي ياخدني. حبيب رائع يعني، ده كل اللي محتاجاه. اي حاجه اكتر من كده هكون طماعه. حتى سمعت ان هو ما بيقابلش كانت شان من زمان، بصراحة ده مبالغ فيه قوي، ده معناه ان هو بيفكر فيها لدرجة انه بيضايقني، ولكن غالبا دي طريقته علشان يرتب مشاعره من تاني، وده معناه انه صادق قوي انه عايز يكون معايا، فانا اقدر اعيش مع الموضوع. وفعلا وصلها وسألها هتيجي امتى بكرة تاني. الله خلاص روحي نامي دلوقتي وجهزي لبكرة، يلا سلام. قامت قايلة في نفسها كان المفروض اصلا علاقتنا دي تكون علاقة مزيفة في برنامج واقعي، ولكن اكوى الكذاب بيبذل كل مجهود عشان ما يكذبش عليا حتى، وده بيخليني مبسوط. فعلا انا مش زعلانة ان هو بيحول الكذبة بتاعته الحقيقة، ولكن لو خني مع بنت تانية هقتله. ام اكوى خايف في ايه؟ قالت عينيا عليك، انا عارف ان انت الناس كلها والبنات بتحبك وانت مبسوط بالموضوع دوت، انما لو خنتني ام اكوى جاري، اكوى اترعب اساسا من البعيد كده. ولكن من هنا روبي بتقعد تكلم صاحبتها تقنعها هتيجي تظهري معاك كوسبلاي. لا اظهر ايه، انا واحده كده بظهر على كام حاجه بسيطه في المجلات وخلاص. لما تيجي اصلها فرصه ظهور على التلفزيون وما تتعوضش، وغالبا في برنامج مشهور زي ده، فانت بعد كده ممكن يجيلك ادوار وفرص كويسه فهتوافقي يعني، فايه رايك؟ قالت مش هفكر في الموضوع. وقامت قايله في نفسها طب غريبه يعني، كنت متوقعه ان حاجه زي الكوسبلاي دي ما تعجبش حد زي روبي. روبي كانت بتكره الناس المزيفه، بتمنى ما تكونش المجال السيء ده اثر عليها وخلاها تبدا تعمل تصرفات مش كويسه. ولكن مساعد المخرج عمال ياخد رفض ورا التاني. اخته جت تقول له معاك شاحن؟ قال لها عايزه ايه بالشاحن ده؟ قالت اشحن البرنامج اللي شغاله بيه. قال لها ثانيه بس، انت صح بتشتغلي كوسبلاي، ما تيجي معانا؟ قالت لا يا عم مستحيل اظهر على التلفزيون، غير من صوتها هيعرفوني. قال لها ليه، ما انت مشهوره. قام قايل فعلا اختي فيتيوبر بتعمل شخصيه افتراضيه فيها بتعمل استريمات، صوتها بس اللي بيظهر ولكن الناس ممكن تتعرف عليها. قفشتها في مره وخليتها تشتغل الشغلانه دي، ومن ساعتها وهي شغاله بقى 3 سنين وبتعمل بس كل يوم وبينجح. قال لها طب على فكره بقى انت مش هترفضي، انا لسه عارف انك مش شغاله حسابك القديم وكنت بتغلطي فيا من كام يوم، فانا هعدلك الموضوع قصاد ان انت تظهري على التلفزيون. انت بتبتز اختك كده، انت عبيط. فيلا فعلا وهو مروح في تاني يوم قعد يكلم روبي قبل البث بيومين، تقول له هو انت خدت الاذونات؟ قال لي يعني اظن، انا مش انا المسؤول عن الاذونات ولكن اظن المخرج قال هيتصرف. قالت يا طب كويس والله، طب انا همسك اي شخصيه بقى، شخصيه من طوكيو بليد. والله كويس. طيب المهم اخدت الاذونات؟ قال ما اعرفش المخرج اللي مشاركها، قلت لك. قالت له اصل انا برضه سمعت عن طوكيو بليد دي، وسمعت من اخويا يعني ان صعب قوي حد ياخد منها تصاريح، ابيكو سينسي صعب حد يرضيها، عشان كده معظم الطلبات بتترفض. قال والله. قام قايل في نفسه طب من الاحسن بقى انا اتاكد. قام رايح وجايب لستة الناس. قال لا ده الناس اللي المفروض تقدم. قال الله دي حلوه ودي حلوه فعلا، ده كويس، والبت دي تحس انها اسمها شبهك، غريبه يعني. لا ناصح، يلا ناصح. قال بس انا عايز اتاكد انت فعلا خدت التصاريح. قال صدق ممكن ما اعرفش. قال له يعني ما تعرفش؟ قال له انا هتاكد. اما اتصل الو طب والتصاريح اللي كلمتك عنها؟ ايوه.
لا ما تقلقش هنظبط الدنيا خلاص. قام باصص له قال له لا ما خلاص ما خدناش التصاريح. قال له يعني ايه ده كل حاجه اتغيرت، انا لبست الناس كلها هيجي يتصرفوا ازاي دلوقتي؟ قال له خلاص يا عم انا قلت لك اعمل خطه بديله. قال له ما قلتليش اعمل خطه بديله. عموما اتصل بالناس يعني وقول لهم يلبسوا اي حاجه ببلاش كده وتلبس لبس شبه طوكيو بليد قريب. يا عم هتصرف ازاي يعني ازاي؟ قام راح قال لاخته قال الله يعني ايه هنلبس لبس ازاي؟ انا عمال ابعت اعتذارات للناس كلها، نجيب اللبس منين؟ وازاي نجيب لبس ببلاش شبه طوكيو بليد؟ قامت قايله بص انا عندي لبس كده ببلاش ممكن تاخده وتوزعه هو ده اللي نعرف بيه وخلاص. وفعلا خلاص بيجي اليوم المنتظر والممثلين بيوصلوا وروبي بتوصل علشان تقدم في العرض اللي مفروض هيظهرها في العالم علشان تكمل باقي قصتها. وبس اللي كان الفيديو ده منكم الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه واستنونا في الحلقه الجايه عشان نشوف ايه باقي خطه روبي. وسلام.